السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناة أسيل وأسينات. معركة من نار النهاردة بنتفرجوا عليها في حادثة تعتبر فريدة من نوعها لأنها اتصورت طاقم تمريض بينضرب في مستشفى في جويسنا العام، ضرب بالشباشب، ومعركة كبيرة جدا زي ما انتوا شايفين اهوت. الماسكة عصاية وماسكة ايد مجشة واللي هتجلع الشبشب وتضرب بيه، وحاجة غريبة الشكل ما شفناهاش قبل كده. ايه اللي بيحصل؟ احنا مش عارفين اين ذهبت الاخلاق. اما الراجل يمد ايده على ست، والست برضه بتمد ايدها على راجل، ونصيبه سودا وجات لاخلاقنا كلنا. يا جماعه احنا عايزين نتخلى باسلامنا وديننا، ولازما النبي عليه الصلاه والسلام قال: اتدرون من القوي فيكم؟ قالوا اللي ليه عضلات واللي لا يا جماعه، قال النبي عليه الصلاه والسلام: بل القوي فيكم من يملك نفسه عند الغضب. القوي فيكم من يملك نفسه عند الغضب. يا جماعة لازم نتحلوا بالصبر، احنا مسلمين واخلاقنا لازم تكون عالية، ولازم نكونوا على مستوى ديننا. ان احنا كلنا عارفين يا جماعة ان الحريم ما انضربش، الحريم ما يتأذاش. فاحنا يا جماعة شايفين المنظر قدام عينينا اهو، شايفين انتوا طبعا المعركة هيت حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. ماشي؟ فانتوا شايفين بعينيكم اهو، وانتوا بتحكموا. لما نشوف المنظر قدام عينينا اهو، الضرب بيشتغل اهو. ماشي؟ حاجه ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. فين الاخلاق؟ راحت فين؟ فين يا جماعه الاخلاق؟ ما احناش عارفين والله الاخلاق راحت فين. لكن احنا بنتمنى ان احنا نتحلوا بالصبر. الايام اللي جايه صعبه، واللي عنده حاله يا جماعه متأذي منها وكده وخايف عليها، ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، ولازم نؤمن بقدره. المريض والله الدكتور عايز يلحقه باي طريقه، برضه عايز يعمل واجبه. واحنا كلنا عارفين ان كل واحد عنده مريض بيبقى اخلاقه استغفر الله العظيم. لكن برضه لازم نتحلوا بالصبر يا جماعه، لازم نتحلوا بالصبر كلنا كمسلمين ومصريين، ولازم نستحملوا بعض. طاقم التمريض ده والله بيخدمني وبيخدمك وبيخدم الناس كلها. فارجو يا جماعه التحلي بالصبر. اعتبر الممرضه اللي موجوده دي اختك، او الطبيب ده اخوك، والله ما هتقبل ان حد يمد ايده عليه. يا جماعة الراجل ده بيقوم بواجبه برضه، ومهما كان هو مخنوق شوية برضه من الضغط اللي عليه، واحنا مش تايهين من الضغوط اللي عليهم. فيا جماعة اتحلوا بالصبر شوية، وربنا يهدي سرنا ويصلح حال المصريين جميعا، وحال الأمة الإسلامية يا رب العالمين. بفكركم تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الفيديو، وحط لايك، ولو عايز مشاهدات اعمل اتفرج على أسيل وأسينات. لكن احنا شايفين المنظر قدام عينينا اهو. ماشي، احنا برضو مش مختلفين برضو ان في دكاترة يخلوا الواحد يطلع عن شعوره، وممرضين برضو ساعات بيردوا على الواحد يخلوا الواحد يطلع عن شعوره. لكن انا بدعو التحلي بالصبر من الجميع، من الطرفين، من الطرفين يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.